النهاردة في مشروعنا نقد أخلاقي هنتكلم عن فيلم مستر أكس من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد. إيه هي قصة الفيلم؟ وإيه الأفكار اللي بيقدمها؟ وهل الفيلم فعلا مناسب لكل الأسرة زي ما أستاذة هنا الزاهد قالت ولا لأ؟ وبعدين بقى عيب وما يصحش. الفيلم بيحكي عن واحد اسمه اكس اللي هو بيقوم بدوره الفنان احمد فهمي. بيشتغل نصاب متخصص في تطليق الرجاله من مراتاتهم بس بشكل غير تقليدي. الرجاله اللي عندهم مشاكل مع مراتاتهم بيلجأوا له عشان يطلقهم منهم. طب ليه هما مش بيطلقوهم عادي؟ لكذا سبب، منهم مثلا رجل اعمال غني جدا جدا متجوز واحده اجنبيه، فبحكم القانون عندهم لو هو اللي طلقها لازم تاخد نص ثروته، وطبعا هو مش عايز يعمل كده. لكن لو حصل حاجة خلتها هي اللي تطلب الطلاق ساعتها يقدر يساومها وما يديلهاش حقوقها المالية كاملة. وواحد تاني من زباين اكس شخصية مشهورة ومرموقة في المجتمع، لو طلق مراته بشكل عادي هتطلع تفضحه على السوشيال ميديا وهو هيبقى شرير والمجتمع هيلفظه. لكن لو حصل حاجة خلتها هي اللي تطلب الطلاق ساعتها هي اللي هتبقى شريرة وهو يبقى الحمل الوديع البريء. وهنا بيجي دور اكس والفريق بتاعه، بيعملوا كده مشاهد تمثيلية وشوية حركات خداع ونصب على الستات عشان يخليهم هم اللي يطلبوا الطلاق من جوازاتهم. ومن كتر ما اكس وفريقه ناجحين في شغلهم فرجاله كتير استعانت بيهم، بيبدأ الموضوع يتعرف في المجتمع وستات كتير بتتطلق وتتشرد في الشارع، فبيجمعوا بعض ويروحوا يبلغوا عنه وفعلا بيتقبض عليه. لكن قطاع كبير من الرجاله اللي هو يعني انقذهم بينزلوا مظاهرات في الشارع عشان يقولوا للحكومه مش هو ده اكس يا جماعه اللي انتوا قابضين عليه، الراجل ده بريء، بيشهدوا زور يعني. ففعلا بيتساب وما بيجرالوش اي حاجه، وكمان بنشوف في الاخر انه بيرجع ويكمل شغله. قبل ما اعرض على حضراتكم بعض النقاط اللي استوقفتني في فيلم مستر اكس، لفت نظري تصريح للفنانه هنا الزاهد قالته يوم العرض الخاص بتاع الفيلم. قالت نصا يناسب كل العيله، الاطفال والكبار، ومفيش حاجه ممكن تضايق حد. على فكرة احنا نفسنا في كده، نفسنا فعلا يبقى فيه عمل فني من بطولة نجوم مشهورين ومحبوبين بيقدم فكرة لطيفة بشكل كوميدي وفعلا الأسرة كلها تقدر تدخله من غير ما تتضايق. بس هل التصريح ده فعلا بينطبق على فيلم مستر أكس ولا لأ؟ هرجع له في آخر الفيديو بعد ما أعرض لحضراتكم أنا شفت إيه. دايما في مشروع نقد أخلاقي بنقيم أي عمل فني على مستويين، مستوى الأفكار، إيه الرسالة اللي الفيلم بيقدمها، ومستوى السلوكيات اللي بيعملوها أبطال الفيلم عشان يوصلوا فكرتهم. تعالوا النهارده نبدا بالسلوكيات، بس انا عايزه اعتذر لحضراتكم قبل ما احكي لكم السلوكيات اني هقول شويه الفاظ وشويه حاجات كده حضراتكم مش متعودين تسمعوها مني خالص، وانا مش متعوده اقولها في حياتي العاديه، بس عشان اعرف حضراتكم ايه الحاجات اللي حصلت في الفيلم ده. اول حاجه، الفيلم فيه كميه الفاظ وايحاءات جنسيه رهيبه، وبصراحه انا بطلت اعد لانهم كتير جدا، مش زي بعض الافلام ولا الاعمال الفنيه اللي بيكون فيها ايحاء ولا اتنين بيعدوا وخلاص. لا، افيهات كتير والفاظ كتير. وفي رايي فيلم مستر اكس من الاعمال الفنيه اللي مش بس فيها ايحاءات جنسيه، دي فيها تصريحات. ايحاء يعني حركه او كلمه ممكن تتفسر بمعنيين، معنى عادي بريء ومعنى تاني قليل الادب، لكن التصريحات اني اقول الحاجه زي ما هي. للاسف الشديد فيلم مستر اكس فيه تصريحات جنسيه مش ايحاءات بس. فمثلا الشتايم الجنسيه الصريحه، احد ابطال الفيلم يروح قايل اول حرفين منها وبعدين يغيرها لكلمه تانية. فمثلا بيكلم واحده اخلاقها مش كويسه يعني، يقول لها ما انت متعوده عش، تقول له ايه متعوده على ايه، يقول لها على الشغل. اصل انت تقول له ايه متضايقه. حضراتكم فاهمين احنا في انهي مستوى من الحوار؟ النقطه اللي بعد كده، الفيلم كأن فيه مشاهد جنسيه بتتصور بين احد الفنانات اللي شغالين مع اكس وبين بعض الرجاله اللي هم زباين اكس، بيصوروا مشهد جنسي كأنه مشهد خيانه ويبعتوا الفيديوهات لمراتات الرجاله دول عشان يفتكروا ان هم بيخونوهم فيطلبوا الطلاق. طبعا لا اخفي على حضراتكم ان المنطقه دي فيها كم بذاءه مش قليل خالص، بس طبعا على سبيل الكوميديا. فيلم مستر اكس
يا جماعة نموذج واضح جدا اننا لما نجيب فنانين محبوبين دمهم خفيف بيعملوا قصة كوميدية ممكن نعدي مصايب اخلاقية ومحدش يتوقف عندها قوي. مثلا الفنان قصقص طالع هو المخرج بتاع المشاهد الجنسية دي، فلما في مرة من المرات مش عاجبه الاداء بتاع الراجل والست اللي بيمثلوا المشهد الجنسي بيقول لهم يا جماعة لا انا عايز الموضوع سخن اكتر من كده، انا عايز شبق، عايز شبق. طبعا كلمة شبق دي في اللهجة العامية بتاعتنا كارثة سودة، فتعالوا نقولها باللغة العربية عشان يعني نخفف من حدتها شوية، بس طبعا ده ما ينفعش خالص، ده كلام نقوله في الافلام يا جماعة. ونقطة كمان في منتهى الخطورة ومتكررة في اكتر من حتة في الفيلم وانا بصراحة مش عارفة ليه، فكرة الهزار او الاستخفاف او الاستهزاء والسخرية من بعض امور الدين. فيجي الفنان بيومي فؤاد اللي هو بيقوم بدور رجل الاعمال الغني اللي متجوز ممثلة يونانية على قدر كبير من الشهرة والجمال، بيطلب من اكس يساعده ان هم يعملوا عليها اي حركة يعني عشان هي اللي تطلب الطلاق، لان لو هو اللي طلقها عادي بحكم القانون بره هتاخد نص فلوسه، وهو طبعا مش عايز يعمل كده. فاكس بيعمل ايه؟ يروح هو وفريقه ويتفقوا مع الفنان بيومي فؤاد ان هو هيروح يقول لمراته ان هو بقى متدين وملتزم، فحياتك بقى اللي كلها تمثيل وعري دي مش هتنفع معايا خالص. فبيلبسوا جلاليب ابيض فابيض ويشغلوا اغاني دينيه، بيشغلوا سامي يوسف وهو بيغني حسبي ربي جل الله، ويقفوا يغنوا كده وحاطين بخور في الخلفيه، والمفروض ان ده مشهد كوميدي. وفي مرة تانية الفنان قصقص بيكلم اكس كده وهو متضايق منه وبيقول له وانت ماشي بقى ما تنساش تبقى تاخد حصن المسلم معاك. حصن المسلم الكتاب اللي فيه الأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حاجة في منتهى الأهمية ومنتهى الرقي، لا يلا نهزر عليها ونحطها في إفيه. وما وقفناش هنا، في آخر الفيلم الفنانة هنا الزاهد بعد ما هي كمان بتشهد زور عشان تقول للقاضي إن ده مش أكس اللي قبضته عليه مع إنه هو، فبتروح لأكس تقول له ها بقى مين اللي هيحاسب على الشهادة الزور دي؟ فبيقول لها يا ستي ابقي صوميلك 3 أيام، ها وبيضحكوا هما الاتنين. يا جماعة شهادة الزور دي كارثة في الدين، لا مفيش مشكلة يلا نحطها في إفيه عشان نضحك عليها. بقى ده كلام؟ ليه نطلع في الافلام نهزر على امور في الدين ونستخف بيها بالشكل ده، وكاننا خلاص استهزأنا وكسرنا كل حاجه ليها علاقه بالقيم والاخلاق، فخلاص ما بقاش فاضل غير الدين، فيلا ناخد شويه حاجات فيه نهزر ونسف عليها ونحطها في افهاتنا. لا يا جماعه ارجوكم، الدين خط احمر، ما ينفعش الامور الدينيه اللي انتوا اتكلمتوا عليها في الفيلم تتقدم بشكل كوميدي عشان نضحك عليها. الفيلم فيه كمان حاجه ضايقتني قوي، الطبيعي ان زباين اكس بيكونوا رجاله بيروحوا له عشان يطلقهم من مراتاتهم، لكن مره وهو قاعد لقى طفل داخل عليه، فبيقول له انت جاي ليه؟ قال له عايزك تخلي بابا يطلق ماما. فقال له ليه؟ قال له لان هم دلوقتي متخانقين، فانا بروح اقول لبابا ده ماما قالت عليك كذا فيجيب لي هدايا ويبسطني، وبروح اقول لماما ده بابا قال لي عليكي كذا فهي كمان تجيب لي هدايا وتبسطني، فانا دلوقتي وهم بس متخانقين عايش عيشه الملوك، فتخيل لو اتطلقوا هبقى عايش قد ايه في سعاده ونغنغه. هفضل دائما وابدا ضد استخدام الاطفال وتوظيفهم في اعمال من النوعيه دي، وهفضل اناشد اهاليهم يا جماعه ارجوكم بلاش تخلوا ولادكم الصغيرين يطلعوا يقولوا كلام من النوعيه دي عشان شويه فلوس ولا شويه شهره وخلاص. النقطة اللي بعد كده، الفيلم فيه كمية عري رهيبة بالذات في المشاهد اللي هي متصورة في اليونان. فمثلا الفنانة اللي طالعة مرات أستاذ بيومي فؤاد، أول لما بنشوفها طلعنا في البحر لابسة مايو بيكيني فرنش كات، والمخرج بيصورها لنا من فوق ومن تحت ومن ورا ومن قدام، خلاص شفنا كل تفاصيل جسمها، حاجة قديمة جدا ومقززة ومش بتضحك خالص. وأخيرا وليس آخرا، أغنية الفنان أحمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي، أنا عملت عنها فيديو مخصوص لأن بصراحة اللي حصل فيها صعب جدا. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الفنان أحمد سعد واقف هيبدأ يغني، خلاص ماسك المايك، على يمينه بنت لابسة مايو بيكيني وعلى شماله بنت تانية لابسة مايو بيكيني، والمكان مليان عشرات البنات اللي لبسهم صعب جدا وبيشربوا خمرة وحاجات كده، وقبل ما يغني بيقول في المايك اللي يحب النبي يرفع ايده فوق، فالناس كلها وبيهيصوا كده. وانا في السينما في اليوم ده كان قاعد جنبي بنتين محجبات مش مصريين من دولة عربية، أول لما سمعوا الكلمة دي لقيتهم بيقولوا انتعدوا كده، لأن أي فطرة سليمة
ترفض ان اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يذكر في مكان بالشكل ده. يا جماعة دي إساءة لا تقل أبدا عن أي حد أجنبي بيرسم رسومات مسيئة ولا بيسب النبي عليه الصلاة والسلام واحنا بقى بنعترض ونرفض ونقاطع. على الأقل لما حد كده بيسيء للنبي عليه الصلاة والسلام هو مش حد عربي ولا حد مسلم، لكن لما احنا العرب المسلمين نذكر النبي عليه الصلاة والسلام والناس لابسة مايوهات كده وواقفين يرقصوا مع بعض، دي في رأيي كارثة ما بعدها كارثة. وأتمنى من السادة صناع الأعمال الفنية إنهم ما يذكروش أي حاجة لا ليها علاقة بربنا سبحانه وتعالى ولا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أي حاجة ليها علاقة بالدين في أعمال من النوعية دي. كل السلوكيات بقى اللي فاتت دي كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص، اللي هو ايه؟ الافكار اللي بيقدمها الفيلم. تعالوا نتكلم بصراحة، اكس ده نصاب بينصب على الستات ويخدعهم عشان هم اللي يطلبوا الطلاق من جوازاتهم. يعني بتعريف تاني اكس ده مجرم. طب هل بيدفع تمن افعاله المهببة دي باي شكل؟ لا الحقيقة، ولا مثلا بيتسجن ولا بيحصل عليه اي نوع من انواع العقاب، لان الستات اللي اتخرب بيوتها لما بيبلغوا عنه بيجي جزء كبير او قطاع كبير من رجالة مصر يمشوا مظاهرات في الشارع يقولوا مش هو عشان يعرفوا الناس ان مش هو ده اكس اللي اتقبض عليه، مع انه هو بيشهدوا زور. كارثة يعني. وفي الاخر فعلا بيفرج عنه لان مفيش ضده اي حاجة. فمش بس الفيلم بيطلعه ما بيتعاقبش، ده بيطلع بطل هيرو، والرجالة اللي هو انقذهم بيعملوا مظاهرات عشان ينقذوه. بقى ده كلام ينفع يا جماعة؟ هي دي الافكار اللي عايزين تزرعوها في دماغ ولادنا؟ فكرة البطل الجان اللي شكله حلو ودمه خفيف وبتقع في حبه البطلة الجميلة وناس كتير بتدافع عنه عشان تنقذه مع انه عامل مصايب، ده فكر كارثي يا جماعة. تكرار الأفكار دي مثبتة علميا إنها بتأثر على أفكارنا وسلوكياتنا وبتشكل المنظومة القيمية لولادنا. فما ينفعش نرجع نستغرب لما نلاقيهم منبهرين بنماذج عاملة كده، بالذات إن اللي بيقدمها نجوم مشهورين ومحبوبين وولادنا بيقلدوهم من أول شكلهم ولبسهم لحد أفكارهم ومعتقداتهم وتصرفاتهم. فلو سمحتوا أرجوكوا كفاية أعمال فنية بتقدم البطل الجانب ودم خفيف بتاع عصابات ولا نصاب، ومش بس ما بياخدش أي عقاب، ده كمان قطاع كبير من المجتمع بيحتفي بيه. طب انتي عايزة تقولي إن الفيلم ده يعني منيل ب60 نيلة وما فيهوش أي حاجة إيجابية خالص؟ لا الحقيقة بصراحة في فكرة كده بتظهر يمكن في الآخر شوية في المونولوجات اللي بيقولها الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد في آخر الفيلم، اللي هي إن في مجتمعنا بعض البيوت أو كتير من البيوت بتفرق في التربية والمعاملة بين الولد والبنت. فالولد بيكبر وهو شايف أمه بتحبه حب شديد جدا وبتخدمه بعينيها، فبيتجوز وهو بيدور على نموذج ده في مراته، ولما ما بيلاقيش زوجة بتعمل كده البيوت بتتملي تعاسة. ونفس الحكاية للبنت. المونولوج الأخير بتاع الفنانة هنا الزاهد بتقول إن البنت بتتربى في بيت باباها، ممنوع تخرجي، ممنوع تلبسي، ممنوع تسهري، وبتتنقل من سجن باباها لسجن جوزها اللي برضه بيقول لها ممنوع تسهري وممنوع تخرجي، والبنت بتبقى حاسة بتفضيل أخوها عليها. ودي حقيقة بصراحة ما نقدرش ننكرها، بس أنا كان نفسي طالما هنناقش الفكرة دي نناقشها بشكل أنضج شوية، مش الحاجات الساذجة السطحية بتاعت إن الولد مسموح له يتأخر بره لكن البنت لأ. بس خلاص تعالوا نقول ان ده فيلم كوميدي بلاش نحمله اكتر من طاقته. بعد ما عرضت لحضراتكم الافكار والسلوكيات اللي متقدمه في فيلم مستر اكس، تعالوا نرجع للتصريح بتاع الفنانه هنا الزاهد لما قالت ان الفيلم يناسب كل العيله، الاطفال والكبار، وما فيهوش حاجه ممكن تضايق حد. انا ما عنديش موقف شخصي من استاذه هنا الزاهد خالص، بالعكس انا عملت لها مره فيديو مخصوص بشكرها على حركه في منتهى الانسانيه والرقيه عملتها يوم عيد ميلادها، لما قالت انا مش هعمل احتفال، وراحت واخده الهدايا وراحت بيها مستشفى 57 وقضت يوم في منتهى الجمال مع الاطفال، تهزر وتضحك وتلعب، وفعلا الاطفال كان باين الفرحه على وشوشهم، ربنا يشفيهم ويرزقهم الصحه والقوه يا رب. لكن عايزه اقول لحضرتك حاجه، التصريح ده ما ينطبقش ابدا على فيلم مستر اكس. الفيلم ده فيه مشاكل كتير جدا متعلقه بالقيم والاخلاق، وانا واثقه انك لو شفتي الفيلم ده تاني بعين الام اللي عندها اولاد صغيرين عايزه تربيهم على الاخلاق
الكويسة هتغيري رأيك في التصريح ده. رسالة للفنانة هنا الزاهد: أنا عارفة قد إيه الولاد والبنات الصغيرين بيحبوكي ومغرقين تيك توك وإنستجرام فيديوهات بيقلدوكي في الأعمال بتاعتك، وعارفة إنك شايلة قضية الأطفال، وإنتي أصلا دمك خفيف وعندك حضور عالي ما شاء الله. فلو سمحتي أرجوكي يا ريت تقدمي أعمال فنية فعلا تبقى بتقدم أخلاق وقيم إيجابية ولادنا يحبوها منك ويكبروا ويتربوا عليها. من أغرب الحاجات اللي ليها علاقة بفيلم مستر أكس يا جماعة إنه تقييمه على المواقع اللي هي بتاعت الأفلام انه بلس 12، يعني مسموح ان اي ولد او بنت فوق 12 سنة انهم يدخلوا السينما ويشوفوه لوحدهم. بجد يا جماعة، يعني ولادنا اللي عندهم 12 سنة اللي في اعدادي ينفع يتعرضوا للكم ده من العري والالفاظ والايحاءات والتصريحات الجنسية؟ لا والله، ولا حتى 18 بلس، ولا انصح اي حد مهما كان عمره ان هو يشوف الفيلم ده. وعلى فكرة موضوع التقييم العمري للافلام ده بيحصل في كل بلاد العالم، حتى في هوليوود بيكتبوا مثلا على العمل الفني إن لا ينصح بمشاهدته لمن هم أقل من 18 سنة. وكمان بقوا يكتبوا ليه، فمثلا في عمل فني مليان جنس وألفاظ، في عمل تاني فيه عري، في عمل تاني فيه مخدرات أو عنف، عشان الأهالي اللي مش هيقدروا يشوفوا كل حاجة قبل ما ولادهم يشوفوها يبقوا عارفين ولادهم بيشوفوا إيه وما ينفعش يشوفوا إيه. فأتمنى من الجهات المسؤولة عن التقييم العمري للأفلام إن يكون في تركيز أكتر في الحتة دي، لأن الفيلم ده لا يمكن بأي حال من الأحوال إن ولادنا المراهقين يشوفوه عادي. تقييمي لفيلم مستر أكس على ميزان الأخلاق هو 0/10، لأن الأفكار اللي بيقدمها الفيلم والسلوكيات اللي بيمارسوها أبطاله من حاجات زي ألفاظ أو هزار على حاجات في الدين منصحش أبدا إن أي حد يشوفها، والفيلم ده غير آمن، وأثر الحاجات اللي فيه على التربية سلبية جدا. اللي شاف من حضراتكم فيلم مستر أكس أو سمع عنه مني دلوقتي تدوله كام من 10 على ميزان الأخلاق؟ سلام عليكم.